السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الرسام معاذ. اليوم بإذن الله راح نتعلم رسم العين. رسم العين جدا سهل وبسيط، وكل واحد يقدر يرسم العين بطريقة جدا سهلة. فقط اتبعوا معي الخطوات هذه. نجيب ورقة، أي ورقة عادي ما تفرق عندنا، ونجيب قلم من جرير طبعا، وعود أذان في كل مكان نلقاه، ومساحة قلم، ونجيب قلم رصاص طبعا ما يفرق، مو لازم يكون فخم، يعني شوفوا زي القلم اللي معي. بعدها بنبدأ الرسم. طبعا لازم نبدأ الرسمة بنحط دائرة صغيرة، بعدين دائرة وسط، بعدين دائرة كبيرة. يمكن مو واضح الآن معاكم لكن راح توضح بعد شوي. الحين بتشوفونها بصورها زي الناس. ممتاز. جيب ورقة وقلم وطبقوا معي. طبعا الطريقة جدا سهلة وأي أحد يقدر يطبقها. شوف دائرة 3 دوائر فقط. الآن بنحط خط بنقطع هاي 3 دوائر بالنص. ممتاز. قطعنا الدائرة. الآن بنحط زي القوس من الفوق. ممتاز. وقوس ثاني بنحطه من تحت. جدا بسيطة صح؟ طيب الحين اللي بنسويه راح نحط قوس ثاني فوق اللي هو الجفن، ونحط قوس ثاني تحت اللي هو برضه الجفن السفلي ولكن إلى النص، ما راح نكمله كامل. وبنحط الآن اللي هو مدمع العين، ومن هنا اللي هو المدمع. شايفين كيف؟ طيب نوضح المدمع بشكل جدا كبير عشان يوضح المدمع. حلو. هنا بنبدأ نغمق الرسمة، فبنغمق الآن من الأطراف من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى. بعدها بنغمق العدسة، وكذلك بنغمق البؤبؤ. البؤبؤ طبعا لونه أسود، لا ننسى هذا الشيء. ونغمق الجفن من فوق ونغمق الجفن من تحت. طيب الحين نبغى نحط الإضاءة اللي هي هذه الإضاءة الدائرة البيضاء، وبعدها نبغى نظلل العدسة. كيف طريقة تظليل العدسة؟ طريقة تظليلها من فوق لتحت ومن فوق لتحت، ما راح نظللها على الجنب، لا زي ما تشوفون كيف قاعد أظللها الآن من فوق لتحت. طيب المنطقة العلوية دائما بتتغمق أكثر من المنطقة السفلية، دائما الإضاءة في المنطقة السفلية تكون فاتحة، بعدين بنغمق العدسة. anyways خلونا نستخدم الآن قلم الفحم عشان يعطينا درجة غامقة يعني جودة أفضل في الرسم. فبنحدد كل الرسمة بقلم الفحم زي ما تشوفون. أتمنى أنكم توقفون الفيديو وتشتغلون معي عشان يعني تشوفون الرسم بشكل واضح. على قد ما تطبق على قد ما تقدر تنجز. ممتاز. الآن طبق معي بنفس هذه الخطوات وكررها، ترى مرة واحدة ما راح تضبط، لازم تكررها أكثر من مرة، يمكن 20 مرة 30 مرة. أهم شيء الآن جيبوا القطمة اللي هو هذا الأذن وابدأوا افركوا الرسمة كاملة. ليش؟ عشان تعطيكم الإضاءة والظل والنور بشكل جدا واضح. لا تنسون المدمع ولا تنسون كل شيء في هذه الرسمة. بعد الحين بيجي دور المساحة، أو خلينا شوية بس نخططها ونغمق. خلينا نقول لكم بنحط الجفن. ركزوا على شيء مهم، الجفن يبدأ من تحت لفوق، لا حد تسوي الجفن بالعكس، لا من تحت لفوق، من تحت لفوق زي ما تشوفون. سوينا الجفن اللي فوق نسوي الجفن اللي تحت نفس الشيء، من تحت لتحت من تحت لتحت. شايفين؟ وبعدها نغمق شوية من فوق من هنا ونغمق من تحت شوية. طيب الآن يجي دور شو اسمه عود الأذن، نقدر نمسح فيه ونسوي الظل كالعادة. بعدها يجي دور المساحة، نبدأ نحط الإضاءة والنور. الآن تشوفون المدمع في إضاءة لازم نمسحها شوية ننظفها، الإضاءة اللي في العدسة ننظفها، ونحاول يعني ننظف برضو الرمش من تحت الرمش من فوق، كل شيء بنحاول نوضحها بالمساحة. بكذا زي ما تشوفون صارت عندنا عين صدقية مع الإضاءة ومع كل شيء، وأتوقع أن الرسمة جدا واضحة وسهلة والكل يقدر يطبقها. بديناها من 3 دوائر فقط. أتمنى أنكم تطبقون هذه الرسمة وتسوون لي تاج في الانستغرام على رسماتكم وتطبيقاتكم. بإذن الله راح أدعم كل الناس الموهوبة، حتى لو ما كنت موهوب فقط حاول صدقني راح أدعمك. اللي استفدت من المقطع أتمنى أنك تنشره عشان الكل يستفيد ويتعلم أن الرسم جدا سهل. ولا